الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر المكتب الإقليمي في رابطة الأدب الإسلامي العالمية في الرياض أن يدعوكم إلى حضور الملتقى الأدبي الشهري بعنوان الحث والمشاعر المقدسة في الشعر. هذه أمسية مفتوحة بإذن الله تعالى. سنبدأ بإذن الله مع سعادة الدكتور محمود عمار، وبعد ذلك ستتاح الفرصة لبعض المشاركات الشعرية. قبل أن نبدأ نشير إلى أن سعادة الأستاذ الدكتور محمود عمار هو معروف وأعرف من أن يعرف في مثل هذا المقام، لكنه أستاذ للأدب العربي في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كلية اللغة العربية قسم الأدب. سنستمع إلى سعادة الأستاذ الدكتور محمود عمار في وقت في حدود من 15 دقيقة إلى 20 دقيقة، ثم كما ذكرت قبل قليل نسعد بالاستماع إلى قصائد شعرية حول هذا الموضوع بإذن تعالى. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله وصلي وسلم على رسول الله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، وأستغفر بالله هو خير، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. شكرا لرابطة الأدب الإسلامي على اهتمامها بهذه المناسبات الطيبة وعلى متابعتها لمواكب الأدب ونبضات الشعراء بشكل عام. وأشكر أخي سعادة الدكتور علي المحمود الذي تفضل بتقديمه إليكم. الحقيقة أن الأدب أو الشعر على الخصوص تناول قضية الحج في عصوره المختلفة، وتتبعت ذلك في كثير من النصوص التي وصلت يدي إليها، ووجدت أن شعراء الجاهلية أيضا اعتنوا عناية كبيرة بمشاعر الحج، وليس غريبا لأن الحج شعيرة من عهد إبراهيم عليه السلام، دخلته تحريفات وانحرافات كثيرة، ولكن أصل هذه العقيدة هي عقيدة إبراهيمية صحيحة، ولذلك نجد نصوصا فيها نبض إسلامي عند شعراء الجاهلية. وعندما ننتقل إلى الفترة الإسلامية نجد أن الشعراء المسلمين أيضا تناولوا الحج، لكن في البداية أريد أن أقرر أيضا أنهم لم يتناولوا الحج بوصفه موضوعا، وإنما كان يوظف من خلال الغزل والمدح والهجاء والرثاء وما شاكل ذلك. أحببت اليوم أن أتناول ما جاء عند شاعر جاهلي لنرى كيف كانوا يقدسون الحج في الجاهلية. وأنا أقف جمعت نصوصا كثيرة حقيقة، يعني وجدت نصوصا حول كسوة الكعبة وعن الأشهر الحرم وعن الرفادة وعن السقاية وعن الوقوف بعرفات وعن الإفاضة وأيام التشريق والطواف والسعي والتلبية وتعظيم البيت الحرام والشعور بالأمن والطمأنينة في البيت الحرام واجتماع القبائل ودلالته في أثناء موسم الحج واحترام النسك. كل هذه النقاط المشعرية بالنسبة للحج نجد فيها نصوصا جاهلية. الجاهليون عظموا هذا النسك واحترموه احتراما بالغا، ولأن المقام محدود أنا أحببت أن أقف فقط عند النابغة الذبياني الذي ورد الحج في شعره كثيرا. وليس غريبا أن نعرف أنهم كانوا حتى في الجاهلية يقسمون برب الراقصة إلى منى، وهي لازمة أو عبارة تضع الشاعر في خط إبداعي معين لينتج بعد ذلك قصيدته. ومثل نصوص خليلية، لما يبدأ الشاعر بقوله خليلية فإن هذا التعبير يسوقه إلى نمط من التعبير الإبداعي. فالقسم برب الراقصات إلى منى هو تعبير يعني ثابت ليفتح الباب لإبداع الشعر. أقسم النابغة كثيرا أيضا بمثل هذا القسم، فهو يقول: فلا لعمر الذي مسحت كعبته وما هريق على الأنصاب من جسدي، والمؤمن العائدات الطير تمسحها، ركبان مكة بين الغيظ والسعد، ما قلت من سيء مما أتيت به، إذا فلا رفعت صوتي إلي يدي إلا مقالة أقوام شقيت بها، كانت مقالتهم
قرعا على الكبد، إذا فعاقبني ربي معاقبة قرت بها عين من يأتيك بالفند. إذا هو يقسم برب الذي يمسح الناس كعبته ويطوفون بها ليبرئ نفسه، وكأنه وصل بذلك إلى أعظم الأيمان لتبرئة نفسه. أيضا يصف مواكب الحاج والسفر من أماكن من أقاصي الجزيرة العربية، كيف يأتي الحجاج وكيف النياق يعني تذبل وتضمحل من خلال هذا السفر. فأيضا من خلال اعتذاره لأبي قابوس يقول: حلفت فلا أترك لنفسك ريبة، وهل يأثما ذو أمة وهو طائع بمصطحبات من لصيف وثيرة، يزرن إلالا سيرهن التدافع، سماما تبالي الريح فوصا عيونها، لهن رذايا بالطريق ودائع، عليهن شعث عابدون لحجهم، فهن كأطراف الحلي خواضع، لكلفتني ذنب امرئ وتركته كالعرب يهوى غيره وهو راقع. يعني الصورة واضحة جدا كيف أن الحجاج يأتون من أقاصي الجزيرة العربية يقصدون البيت الحرام، وهم من خلال هذا السفر وهذه المشقة يصيبها الإنضاء والتعب والإزال نتيجة هذا السفر الطويل. إذا هم في نسك وفي عبادة. ورغم الانحراف الذي وقع عند العرب في الجاهلية، فإنهم على شركهم وسوء عقيدتهم إذا فرض أحدهم الحج أو دخلوا في النسك اجتنبوا اللهو واتصفوا بالجد والتزموا الوقار وتجنبوا النساء وتركوا البيع والشراء الذي يشغل عن العبادة، وصمتوا عن الغزل لأنهم في موسم مقدس وعلى شعيرة طاهرة يرجون التقرب إلى الله واكتساب الأجر والثواب. صور أيضا النابغة هذا المشهد، إنه خير من يصور هذه الحالة النابغة الذبياني الذي يعرض دعوة سخية من فتاة جميلة، لأنه يعتبر عن هذه الدعوة لأنه عقد العزم على الطاعة والدين، فيبدأ بتصوير حسنها البديع ونسبها العريق وشرفها الأصيل ومكانتها الرفيعة. بانت سعاد وأمسى حبها انجذب، واحتلت الشرع والحيين من إضمة، إحدى بلي وما هام الفؤاد بها إلا السفاهة وإلا ذكرة حلمة، ليست من السود أعقابا إذا انصرفت، ولا تبيع بجنبي نخلة البرمة، غراء أكمل من يمشي على قدم حسنا، وأملح من حاورته كلمة. ثم يعرض دعوتها إليه فيقول: قالت: أراك أخا رحل وراحلة، تخشى متالف لا ينظرنك الهرم، فيجيبها بقوله: حياك ربي، فإنا لا يحل لنا له النساء، وإن الدين قد عزم، مشمرين على خوص مزممة، نرجو الإله ونرجو البر والطعم، هل سألت بني ذبيان فما حسبي، إذا الدخان تغشى الأشمط البرم، ينبئك ذو عرضهم عني وعالمهم، وليس جاهل شيء مثل من علم. إنه يبدأ بوصف صاحبته البلوية من بلي، وما أفاض الله عليها من شرف الأصل وجمال المظهر، فهي منعمة مطرفة لم تسود عقابها من العمل، مطرفة من غنية يعني، ولا تجلس في قارعة الطريق تبيع التمر والبرمات، ففيها كمال الخلق والخلق وعذوبة الحديث، ولكن التعلق بها في مثل هذه الأيام إن هو إلا السفر أو ضيف الحارم، وينقل دعوتها إليه عن طريق التعريض أن طول السفر يعرض المرء للمهالك ويريده للحرم، فأولى به أن ينيخ راحلته وأن يلقي عصاه عندها. وعندئذ لا مناص من أن يخبرها بما له من يخبرها بحاله فقد عزم على العبادة، ولا يحل له اللهو لأنه يرجو رحمة الإله وينشد البر والمعروف، ولذلك فهو ماض إلى غايته لا يلتفت إلى شيء، وقد أجهد رواحله وزم عليها ركابه، ولا ينسى أن يقدم لها التحية
على جميل استقبالها. وها هو في القصيدة يقص علينا قصة امرأة أو فتاة أخرى تتعرض له. يذكر موقفه ويعلن إصراره حين تقابله حرمية، وحرمية نسبة إلى نساء الحرم، المرأة من أهل الحرم يقال لها حرمية، وهي كالسابقة. حسناء تعرض عليه أن يشتري أدما، لعل في موكبه من النساء من تريد ذلك، فيعتذر إليها أن لا وقت الآن للبيع والشراء، لأنه يريد الانتقال من ذي المجاز إلى عرفة يوم التروية، ولكنه يعترف أن هذه الحسناء كادت تفسد عليه حجه وتسقط رحله وميثرته. يقول: كادت تساقطني رحلي وميثرتي بذي المجاز ولم تحسس به نعمة، من قبل حرمية قالت وقد ضعنوا هل في مخفيكم من يشتري أدما. قلت لها وهي تسعى تحت لبتها، ركب ناقته وهي تبيع البرم، الأوعية فيها التمر، ووقفت تحت عنق الناقة. قلت لها وهي تسعى تحت لبتها لا تحطمنك إن البيع قد رزم، باتت 3 ليال الناقة ثم لا تحطمنك، ونبقى انتصر هي كذا، باتت 3 ليال ثم واحدة بذي المجاز تراعي منزلا سيما، فانشق عنها عمود الصبح جافلة عدوى النحوس تخاف القانص اللحما، تحيد عن أسدن سود أسافله مشي الإماء الغوادي تحمل الحزما. ويبدو أن النابغة كان مولعا في الحديث عن البائعات في موسم الحج، ووصف سلعهن وعرض أساليبهن ووسائل إغرائهن للزبائن، ولكنه لم يكن لينساق مع هذه الأساليب أو ينخدع مع هذه الإغراءات. وليس ذلك بغريب على رجل نبغ بالشعر بعدما احتنك، كما يقول ابن قتيبة في الشعر والشعراء: هذه بائعة تعترض سبيله ولعلها مثل سابقتيها، تقول خود ذات طرف براء، مزاحة تقطع هما مشتاق، ذات أقاويل وضحك تشهاق. هل اشتريت حنطة وبرستاق؟ هل اشتريت حنطة برستاق سمراء مما درس ابن مخراق، وكنت ذا بر وبغل دقداق. طبعا يعلن الشاعر في وصفها الظاهري، فهي شابة ناعمة حسنة الخلق صبوح، كل ما فيها بهيج، أطرافها وجهها عيونها أناملها ثناياها شفتاها، ويستبطن مزاجها، فهي ميالة إلى المرح والمداعبة، تكثر من المزاح، تخفف به هموم النفس وعناء السفر ولوعة الشوق، ويصف حديثها المتنوع الذي يستجلب الزبائن ويغري به أصحاب الحاجات، مشفوعا بالبسامات الفاتنة والضحكات الساخرة الموقعة. ثم ينقل لنا لغة الباعة التي تستعملها في بساطتها ومغرياتها المادية، وأساليب العرض التجاري القائم على المقارنة بين جودة البضاعة وقلة الثمن. يعني كل الحنطة برستاق عملة فارسية. أساليب العرض التجاري القائم على المقارنة بين جودة البضاعة وقلة الثمن، مستفتحا ذلك بالتحضير مما يتم في كل مبايعة من ذكر الفوائد المتوقعة من الصفقة، وترجو أن يطيب له البر وأن يطيب لبغله فيقوى منه ويسكن. وفي الجمع بينه وبين بغله أكرمكم الله ما يتسق مع لغة هذه الفتاة المرحة الممازحة، لكن النابغة لا يحدثنا عن موقفه من هذه البائعة، لكن صمته يوحي أن نتيجة إغرائها له لا يختلف عن نتيجة الفتاتين من قبلها، فقد أعرض لأنه ذاهب إلى أداء هذا النسك. وهذا يكشف مقدار ما كان يعتني به الشعراء الجاهليون من بقايا دين إبراهيم عليه السلام من احترام النسك وتعظيم البيت الحرام. وشكرا لكم بأن وفيت على أجل يوم.
الاستاذ الدكتور محمود عمار على ما قدم. بطبيعه الحال انا مقدم ولكن في ملحوظه يسيره، التركيز كان على الشعر الجاهلي. كان ذكرت شيء من الشعر الاسلامي الشعر الاسلامي او لو بدات به وجهت الاخر. لكن هي ملفتة للنظر ان يكون في الشعر الجاهلي هذا النغم او هذه النبره، يعني لا لو قرانا من الشعر الاسلامي لن نستغرب ان نجد شاعرا اسلاميا يعظم الاماكن المقدسه، لكن ان نجد في العصر الجاهلي عصر الوثنيه من ينظر الى الحج على انه لا ينبغي ارتكاب المنكرات، لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، كانه يطبق هذه القاعده، هذا هو الملفت للنظر. اما عن الحج الاسلامي فعندي هذه النصوص كثيره وانا كتبت في ذلك. نعم، شكرا لسعادة الدكتور محمود عمار. الان اختيار لكم، نبدا بالشعر او نجعل القضيه شعر ومداخلات. ماذا ترون؟ حتى يكون الامر فيه نبدا بالشعر ويكون داخل الاستحباب ثم بعد ذلك تشبيه تعليقات مداخلات على كلمه الدكتور. نعم، او اي مداخلات اخرى، ومن يظن الناس بطبيعه الحال. في مداخلات على كلمه على كلمه الدكتور مقدم، اما المداخلات عامه بعد الشعر. نعم، تكون مداخلات مع القصائد. ما رايكم؟ يعني بعد كل استاذ جيد. تبقى معنا. انا سعيد السنه بس دكتور علي في مداخله على كلمه الدكتور تقدم حتى ما بعدين مداخلات على الشعر. جيد، نتيح الفرصه للزميل الفنان خالد المعنى لفقط كان لديه تعليق على هذه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على